بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة وتسليما إلى يوم الدين. النهاردة إن شاء الله حبايبي يا رب كده تكونوا بخير يا رب دايما من مطبخ حنان ودنيا. يعني عاملين روتين بقى شرا كده، جايبين يوستفندي وبرتقان وموز. البرتقان كيلو ونص ب10 جنيه، واستفندي كيلو ونص ب10 جنيه، الموز 2 كيلو ب25. الفراولة ب15. كده خلصنا الفواكه، ندخل بقى على الخضار. شلة البصل الحلوة دي الكبيرة دي ب4 جنيه، ومعايا بقدونس وشبت وكزبرة وشبت، ومعايا جرجير، ومعايا نعناع. بجيب الكزبرة مع الشبت علشان ايه يعني ايه تبقى الحزمة مليانة وحلوة كده ب1 جنيه، كل ربطة من دي ب1 جنيه، الا البصل ب4 جنيه. ومعايا خيار طازة ما شاء الله عليه، شايفين بربرق حلو اوي طازة، يعني كيلو وربع ب10 جنيه. دي الاسعار المكان اللي انا قاعدة فيه. تمام، بالنسبة لي اسعار كويس الحمد لله. البتنجان ده بكام؟ ب5 جنيه. ممكن بياع يبيعوه ب10، ممكن بياع يبيعوا كيلو ونص ب10 جنيه، بس في ناس كده معينة بحب اشتري منها، بيبقى عندها ضمير شوية يعني. والفلفل الحامي دوت انا جايباه حامي عشان انا بحبه في البيت يعني. دوت نص كيلو ب8 جنيه. ومعايا الفلفل الرومي دوت الكيلو ب10 جنيه. شايفين حاجة طازة ما شاء الله. لما تروح بدري السوق بتكون الحاجة لسه البدرية كده، بتبقى الحاجة طازة وحلوة. ومعايا الجزر الصغير دوت جايباه برضو، يعني بسلقه وبضربه في الخلاط، بعصره في الخلاط مع البرتقال، بيبقى عصير حلو اوي. عندك اطفال هيحبوه خالص. طبعا للعدس وللسلطة وحاجات كتير في البيت. ومعايا البتنجان الطويل ده، محدش يقول يا جماعة ده كبير، ده هيتقسم 2 يعني، ده هيبقى صبعين، البتنجانة صبعين. حلو جميل، كيلو ب5 جنيه، يا بلاش جبت 2 كيلو ب10 جنيه ان شاء الله لحد ما احوش. خضار بتاعنا شايفينه. ومعايا الطماطم دي كيلو وربع ب10 جنيه. ممكن يبقى فيه كام طماطمية كده تكيت عليهم في الشيل. ومعايا البطاطس، جايبه كيس بطاطس كبير 4 كيلو ونص، الكيلو ونص ب10 جنيه، جبت 3 وزنات. ودي كرومبة ب7 جنيه. وايه تاني؟ معايا سمك البلاميطة دوت الكيلو ب50 جنيه. وكمان جبت سمك بولتي عشان انا عندي ابني، اللي هي ابني يعني في ولادي، مش بيحب السمك لا البلاميطة ولا البولتي الكبير، فجايباله ايه بولتي صغير. والله ده ب30 جنيه يا جماعة، الحمد لله. السمك معروف غالي، والفراخ واللحمة غنية عن التعريف برضو غاليين. تمام. انا عندي فراخ في الديب فريزر، فما جبتش فراخ النهاردة. ودي رنجتين دول بكام يا حنان؟ 39 جنيه الكيلو. الرنجة النهاردة ب75 جنيه. انا اخترت رنجتين وقلت له وزنهم لي. ومعايا ربع كيلو سردين. احنا عندنا اكلة فسيخ يا جماعة، ان شاء الله هصورها لكم، انا عاملاه في البيت ما شاء الله عليه. سردين علشان اللي مش بيحب الفسيخ، ورنجة عشان اللي مش بيحب الفسيخ. دوت سردين انا جايباه جاهز، مش انا اللي عاملاه، اللي عاملاه بقى ان شاء الله تشوفوا فسيخ. نغسل بقى الرخامة بتاعتنا كده بشوية صابون سايل كده ريحته حلوة، علشان ريحة الايه السمك اللي كان على الرخامة من شوية، لما نيجي نعمل بقى اكلنا تبقى الرخامة بتاعتنا نظيفة. تمام. يا ريت اللي يشوف الفيديو ويعجبه يعمل لي لايك، متنسونيش بدعوة حلوة. انا بفرح جدا لما بشوف لايك او بشوف تعليق. واللي مدخلش قناتنا لسه يدخل يشترك. دي عجينة طعمية انا بحمرها بقى في جيبها يعني، وبحمرها في البيت، وجايبه ازازة لبن جاموسي كمان. ومعايا النسكافيه عشان دودو. وادعوا دودو دي ربنا يشفيها يا رب، عندها دور برد جامد اوي، طول معاها والله. كمان انا بعمل ايه، حابه اعرفكم يعني ان انا لما باجي اغسل بجيب مجموعه كبيره من المسحيق، زي مثلا ايه صابو اوتوماتيك عندي، اريال، اوكسي، برسيل، وفي انواع كتيره. بس النهارده ناقصني ايه علشان اكمل بقى الايه الخلطه بتاعت الغسيل بتاعتي اللي بتخلي غسيلي زي القشطه وزي الفل كده. ناقصني ربع كيلو من الزهرة البيضة. وناقصني ايه كمان يا حنان؟ اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب اتذكر. كيلو ربسو من اللي هو السايب. يعني العلبة دي بكمل كده فيها، بتقعد عندي اكتر من شهر، ممكن شهرين كمان
لما بكمل الحاجات اللي ناقصه دي. ومعايا كمان 3 اكياس من الفانيش برضو بحطهم، بتكون تركيبه للمسح. بس دي اللي انا اشتريته النهارده فحبيت ان انا اوريه لكم من ضمن المشتريات. اجي بقى على الصابون السائل. انا بشتري صابون سايب اللي هو بالكيلو، الكيلو عندي ب4 جنيه، بجيب 6 كيلو، بعمل 3 كيلو عشان انا عندي البولة الكبيرة دي او الجيركن الكبير بياخد 5 كيلو. دول 3 كيلو صابون، عليهم حوالي 2.5 لتر من المية. تمام. وعلى كل كيلو بحط باكو من الاوكسي اللي هو بتاع غسيل المواعين، اللي هو الاوكسي او البريل او اي نوع من الانواع دي، بيعزز الريحة بتاعته وبيعزز الرغوة بتاعته. فانا بحط على كل كيلو كيس عشان ريحته تبقى اقوى يعني. تمام. وبملى البولة الكبيرة بتاعتي دي، بيقعد عندي ال6 كيلو دول بيقعدوا عندي شهر كامل، بغسل بيه المواعين، وممكن كمان اغسل بيه سجاد او موكيت وحاجات من دي. جميل جدا ورغوته حلوة، ويعني لو جربتوا الطريقة بتاعتي دي هتعجبكم ان شاء الله. تمام. انا دول 3 كيلو، 3 كيلو التانيين لسه في الكيس الاسود اللي جنبي دولت. لما البولة دي تتملى يعني تخلص، اعمل تاني كمان شوية عشان ما عنديش غير بولة واحدة. تمام. هتتملى كده، وبعد كده بقى لما يخلص اعمل ال3 كيلو التانيين، ومعاهم برضو كل كيلو كيس من الاوكسي او بريل او فري او اي حاجة من البواكي الصغيرة اللي بتتباع ب1 جنيه. تعالوا اشوف الرغوة بتاعته. شوفوا رغوته جميلة ازاي، وبينضف وبيخلي الحاجة زي الفل. شايفين رغوته؟ ما شاء الله على الرغوة بتاعته. ال6 كيلو بيقعدوا عندي شهر كامل. مش بشتري بقى صابون سايل خلاص بنسى. ولو عندي مثلا سيراميك عايزه اغسله، حاجه عايزه اغسلها بيه برضو. تمام. ياريت اللي يشوف الفيديو ويعجبه يعمل لي لايك، ما تنسونيش. وانا بفرح قوي جدا يعني جدا باي تعليق او اي لايك او حتى المشاهده، انا ببقى فرحانه بيها ان حد بيشاهد القناه بتاعتي كده ويكون فيها روح